عارفين السؤال اللي بيجي في آخر كل سنة أما بتقعد تفكر، هو أنا اتعلمت إيه؟ اتغيرت في إيه؟ إيه اللي اتعلمته وإيه اللي لسه محتاجة أشتغل عليه شوية عشان أتعلمه؟ فكرت إن أنا كل يوم أشار معاكم حاجات أنا كنت فاهماها غلط وكنت ماشية بيها في حياتي وكانت بترهقني جدا وبتضرني جدا، وبعدين فهمت الصح بتاعها. ممكن اكون ما وصلتش للصح بتاعها 100%، بس انا بتعلم. فكرت اشير معاكم طول شهر ديسمبر الحاجات اللي كنت فاهماها غلط او الحاجات اللي اتعلمتها السنة دي، وكل يوم هعمل فيديو قصير عن حاجة منهم. فلو كنتم مهتمين اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا باقي الحلقات. انا نانسي، لايف كوتش مهتمة جدا جدا بتطوير الذات والعلاقات والأنوثة. نخش في الموضوع على طول. حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. اول حاجة اتعلمتها السنة دي، او ممكن اقول ان انا فهمت اهميتها اكتر بكتير من قبل كده، هي ان تقبل الضعف منتهى القوة. عشان يطلع تاني طلع جامدة زي ما وقع، هو لازم يتقبل ضعفه. وهفهمكم ازاي. كل الناس بتتألم، مفيش حد بيجي الدنيا دي من غير ما يجرب احساس الألم. بس فهمت ان الانسان الشجاع القوي بس هو اللي بيقدر يعترف بالألم ده، لانه لو ما اعترفش بالألم هو مش هيفهم اصلا المشكلة في ايه، ولا هيفهم يحلها ازاي، ولا هيفهم يتعامل مع نفسه ازاي وهو متألم. فبالتالي يرجع كويس تاني زي ما كان. وعشان ما تفهموش كلامي غلط، مش معنى كلامي ان انا ابقى انسان شكاء وبكاء وطول الوقت محسس الناس حواليا ان انا بعاني وتعبان ويلحقوني. لكن اللي اقصده انك ما ينفعش تنكر على نفسك الالم او التعب، ومش كل ما احس بضعف او الم اجري من مشاعري واخبيها. خلينا بس الاول كمان نتفق على حاجة. جسمي ومخي مش حاجات ينفع اتعامل معاهم عافية. اول ما جسمي ومخي بيبدأ يحس اني مضغوط، بيبدأ يعمل مشاكل. قولوني، اكتئاب، شعري يقع، معدتي مش مظبوطة، جسمي بيوجعني جامد، ما بيجيليش نوم كويس. لازم يحصل مشاكل. من الاخر خلينا نتفق ان مشاعر اللي هتقعد تتجاهلها وتخبيها وتركنها مع الوقت هيجي عليها وقت وهتضرب في وشك. فما فيش مفر من ان انا اتعامل مع مشاعري وبطل اتجاهلها. ولو انا مش عارف اتعامل مع مشاعري ازاي، محتاج اتعلم اتعامل معاها، مش ان انا اتجاهلها واقعد اكبتها. طب لو انا طلع مني مشاعر وانا قررت اكبتها واعمل نفسي مش واخد بالي، مشاعر سلبية زي ان انا مخنوق، مضغوط، متضايق من حاجة، حاسس بالظلم، حاسس ان في حد بيستغلني، ايا كانت المشاعر دي انا قررت اكبتها، ايه اللي ممكن يحصل؟ مخك هيلاقي نفسه مش واخد مساحته في التعبير، فهيبدأ يعمل أعراض تظهر على جسمك، على نومك، على صحتك، على أفكارك، على تركيزك، على النسيان. ثانية واحدة، يعني أنا هبقى مشغول بالمشاكل اللي أنا كبتها والأعراض اللي هي مسببها لي، العصبية، التعب، الإرهاق، شعري اللي بيقع، معدتي اللي بتبوظ، قولوني اللي تعبان. الحاجات دي هتخليني مشغول عن إني أحل المشكلة، فهفضل قاعد في المشكلة وتوابعها على صحتي. ما هو أنا مش عايز أشوف أنا حاسس بإيه عشان أحله، فالإحساس هيفضل موجود. ومش بس هيفضل موجود، هو هيأثر عليا أكتر وعلى صحتي، والمشكلة هتفضل موجودة مش هتتحل. يعني أنا محتاجة أحس إن أنا واقع دلوقتي عشان أقدر أخد بالي إن أنا عايزة أقوم وعايزة أبقى أحسن. لأن أصلا لو أنا مش معترف إن عندي مشكلة ومشاعر معينة أنا محتاجة أتعامل معاها عشان أبقى كويس وأحل المشكلة اللي مسببالي المشاعر دي، فهيفضل عندك توقع إنك طول الوقت هتأدي كويس زي ما كنت متعود، وإن أنت هتقوم بمسؤولياتك وشغلك ومودك هيبقى كويس، وإنت مش هتقدر تعمل ده. فلو انت او انتي انسان عايز يحترم صحته النفسية، لازم تتقبل الوجع وتعترف بيه. طيب عشان الدنيا ما تبقاش مبهوقة وما بقاش فاهم اعبر عن زعلي او وجعي او ضعفي ازاي، مش عايز اخد الطريق بتاع انا هاكل بشراهة عشان انا زعلان، انا مش رايح شغلي عشان انا تعبان، انا هبوظ علاقاتي وهأذي الناس اللي حواليا اصلا انا نفسيتي مش متظبطة.
اكيد ده مش هيساعدك توصل للي انت عايز توصله. ماشي، طب اعمل ايه وانا تعبان وموجوع او حاسس بالضعف عشان ابقى احسن؟ ازاي اكون ايجابي وانا بصلح مشاكلي وحياتي؟ ماشي، انا بدأت اعترف ان عندي مشكلة. اعمل ايه بعد كده؟ اول حاجة ان انا اطلب المساعدة. اطلب المساعدة من مين؟ اطلب المساعدة الاول من ربنا سبحانه وتعالى. اطلب منه انه يعلمني، اطلب منه انه يا رب علمني احل المشكلة دي، ارزقني بالناس والاسباب والمواقف اللي تعلمني احل المشكلة دي ازاي. ابدا ادعي ربنا ان يا رب انا عندي المشكله دي والمشكله دي عامله لي مشكله في حياتي، او انا حاسس بكذا والاحساس ده موقف لي حياتي او مبوظ لي كذا وكذا، ساعدني يا رب. وابدا اقرب من ربنا واطلب منه المدد والمساعده. تاني حاجه، ابدا اطلب من الناس اللي حواليا القريبين، اعرفهم ان انا دلوقتي مش في احسن حالاتي، سواء انا عايزه اقول تفاصيل او لا، سواء هم هيفهموا التفاصيل دي لو قلتها او لا. انت بس محتاج او انتي بس محتاجة تفهمي الناس اللي حواليكي ان انتي مش في احسن حالاتك. ليه؟ لان الناس لو مش عارفين اللي انا بمر بيه هيتوقعوا مني ان انا ابقى كويس واستحمل اي حاجة بتحصل منهم، او ابقى طبيعي، او ابقى كذا. فلا، لازم الناس اللي حواليا يبقوا عارفين ان انا مش في احسن حالاتي. فلو انا متعودة اعمل معاهم حاجات معينة، او انا متعودة استحمل منهم حاجات معينة، ممكن ما اعملهاش او ما استحملهاش في العادي. فانا محتاجة اوضح للناس اللي حواليا، يا جماعة انا انتوا متعودين مني على كذا وكذا وكذا، انا مش هقدر اعمله قوي، او انا ممكن احب ان انا ابقى لوحدي شوية، او ممكن تحسوا مني ان انا مش في حالتي الطبيعية الفترة دي. فالناس هتبدأ تركز معاك، تركز انه لا، ده محتاج مساعدة، انا محتاج اخفف الحمل شوية عليه، انا محتاج اهتم بيه شوية. ناس كتيرة بتخاف تقول لأهلها او صحابها او الناس القريبين ان مثلا انا عندي مرض معين، انا تعبان من حاجة معينة، انا نفسيتي مش متظبطة، انا عندي اكتئاب وبدأت اخد علاج. الناس بتخاف تقول لبعض الكلام ده، فبالتالي الناس بتفضل لو ضاغطين عليك بيفضلوا ضاغطين عليك، لو مش مهتمين بيك بيفضلوا مش مهتمين بيك. مع ان ممكن كلامي مع الناس اللي حواليا ده اتليست يساعدهم ان هم يفهموا ان انا مش في احسن حالاتي، فيخففوا الحمل عليا شوية. فلو انا بنكر المشكلة واللي حواليا مش فاهمين وانا مش فاهم ان عندي مشكلة، فانا ببقى قررت افضل عاصر في نفسي وافضل في وقت لا نهائي من التعب والارهاق والضعف. وانكار المشكلة بيخليني افضل اعاني واتعب اطول وقت ممكن. دي كانت اول حاجة فهمت اهميتها جدا السنة دي، اني اظهر ضعفي واعترف اني متألمة او اعترف بضعفي. وده مش بيضرني طالما معمول بشكل كويس، بالعكس هو بيرجعني تاني اقف على رجلي. فهمت المشاعر اللي عندي دلوقتي وفهمت انا محتاج اعمل ايه. ولو ما اشتركتوش في الشانل وحابين تشوفوا فيديوز اكتر، اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز اكتر. ولو حاسين ان في حد محتاج يسمع الكلام ده ابعتوهوله، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.